حكاية فيلمنا النهاردة غريبة شوية، وهي إن من سنين كان في مجموعة غيلان سكروا ونسي نفسهم لحد ما طلع عليهم ضوء الشمس فتحولوا الأحجار جبل، وأي محاولة لهد الجبل هتدمر المدينة المجاورة بأكملها. يلا بينا عشان تعرفوا الحكاية من البداية للنهاية. حكايتنا بتبدأ بنورا وباباها توبايس وهما بيتسلقوا جبل لحد ما بيوصلوا لقمته، وساعتها بيحكي لها قصة عن غيلان الأرض، ومن كتر ما سمعت القصة بقت تقاطع في الكلام وتكملها هي. والقصة كانت بتتكلم عن زفاف تم ل 13 غول وسكروا ونسيوا نفسهم لحد ما طلع عليهم ضوء الشمس وحولهم لأحجار اللي شكلت الجبال دي. ومن كتر ما نورا مش مصدقة القصة طلب منها توبايس تبص للجبل بقلبها مش بعينيها، وساعات فعلا لما بصت شافت وشوش متشكلة على الجبل، وده اللي خلاها تسرح وتبدأ تصدق. وبعد مرور 20 سنة نورا بقت عالمة حفريات الديناصورات في ساحل المحيط الأطلسي، بس الجامعة التابعة ليها قررت إنها توقف الحفر بسبب إن عدى شهور ومفيش أي نتيجة نورا قدرت توصل لها. لكن بالصدفة بتلاقي هيكل لديناصور وبتجمع كل الفريق عشان يساعدوا تطلعه. وفي مكان تاني كان في حفر عشان الحكومة كانت عايزة تعمل سكك حديدية جديدة في طريق الجبل، وكان في مظاهرات كتيرة ضد هدم الجبل وتدمير الطبيعة. ولكن حصلت حاجة غريبة لما جم يفجروا الجبل، وهي إن النفق اللي عملوه كله اتهد، وده بسبب غلطة في مكان التفجير. وخافوا الخبر عن وسائل الإعلام وصوروا اللي حصل بالطيارات الحربية، وكان في آثار حوالين الجبل، لكن ما كانوش لاقيين تفسير للي حصل ده، وده خلاهم يستعينوا بنورا ومجموعة من خبراء الجيولوجيا عشان يفسروا اللي حصل. واللي قالوه علماء الجيولوجيا إن التفجير اللي حصل كان سبب في تحريك التربة، وده اللي شكل الآثار دي. لكن العالمة نورا بتقول لهم إن الآثار دي شكلها آثار أقدام، بس لما قالت كده الكل ضحك عليها، خصوصا عالم منهم لأنه مش مصدق أصلا إن في حاجة اسمها غيلان. ولكن بعد كلام نورا بتعرض فيديو المتظاهرة من اللي كانوا موجودين صورت اللي حصل، وأثناء العرض بيظهر غول عملاق، وده اللي بيخلي كلام نورا هو اللي صح. وساعتها رئيسة الوزراء بتديها صفة المستشارة العلمية لدراسة التفجير اللي حصل. بعدها نورا هي وأندرس وده مستشار رئيسة الوزراء بيتحركوا على موقع قريب من الجبال، واللي حصل فيه حاجة غريبة جدا، وهي إن في بيت اتحرك من مكانه وسكانه ما يعرفوش مين اللي عمل كده. وهناك بيقابلوا النقيب كريس من قيادة العمليات الخاصة، ولما بيسأل أصحاب البيت عن اللي حصل بيقولوا له إن الجو كان مليان غيوم والجبل كان بيتحرك، ولما استخبينا في البدروم طلعنا لقينا البيت متحرك من مكانه وفي آثار أقدام عملاقة، لكن الآثار دي بتختفي بعد 20 كيلو من غير ما يكون في أي أثر لأي حد نقدر نقول إن هو السبب في اللي حصل. وساعتها نورا بتقرر ترجع لباباها توبيس عشان هو الوحيد اللي ممكن يساعدها. توبايس كبر في السن وبيكون منعزل في مكان لوحده، ولما بتوصل بتلاقي في أوضته صور لغيلان الأرض والجبل، وده لأن توبايس هو الوحيد اللي مقتنع بوجود الغيلان. وبعدها نورا بتوري له الفيديو اللي صورته المتظاهرة وبيقول لها ان اللي عمل كده غول، والغيلان موجودة من 1000 سنة، لكن في منهم كتير هربوا بسبب انتشار الكنايس. ولسه هيكمل كلامه نورا قطعته وقالت له مش فاهمة ايه علاقة الكنايس بالغيلان. وساعتها توبايس بيطلب منها توديه المكان اللي اختفى فيه اثر الغول، لكن نورا ما كانتش مبسوطة ولا مقتنعة لانها عارفة ان باباها الوحيد اللي مقتنع بوجود الغيلان، وده ممكن يأثر عليها في انها توصل للحقيقة. ولما وصلوا الموقع توبايس كان متأكد ان في حاجة غلط، لان الخرايط اللي معاه مختلفة عن اللي موجودة في الواقع، وبيفضل يدور هو وبنته عن أي حاجة ممكن تساعده، لكن بيتصدموا لما بيلاقوا الجبل فتح عينيه وفجأة اتحرك وبيظهر غول عملاق طوله حوالي 40 متر، وكلهم بيجروا على الطيارة عشان يهربوا قبل ما يموتهم، وبيحاولوا يصوروه عشان تشوفوا رئيسة الوزراء. ولما وصلوا المقر توبايس كان بيقول لهم ان ده غول حجري عملاق ظهر لما حاولتوا تغيروا في الطبيعه، وان الغيلان مش مجرد قصه، دي حقيقه وموجوده، وان كان لازم تعرفوا ان توقفوا الحفر في الجبل. لكن محدش بيصدق توبايس وبيعتبروه مجنون، خصوصا ان هو اتسجن فتره بسبب ابحاثه واقتناعه بالغيلان. ومش بس كده، دي رئيسه الوزراء قالت ان ده مجرد كائن لازم نتخلص منه، وطلبت من القوات المسلحه تتولى الامر. وبعدها نورا بتطلب من كريس ياخدهم معاه من غير ما حد يعرف، وبتوعده ان ولا هي ولا باباها توبايس هيتدخلوا في حاجه، وبيوافق بس بشرط محدش من رئاسة الوزراء يعرف أي حاجة. ووصلوا الموقع وحطوا الأسلحة والدبابات فيه عشان يستعدوا للقضاء على الغول، وبيكونوا عندهم أوامر أول ما يظهر الغول يضربوا عليه نار. وفعلا أول ما ظهر ضربوا عليه نار، بس الغول ولا كأن حاجة حصلت ولا حتى اتأثر، بالعكس ده هو اللي بدأ في تدمير العربيات والدبابات، ومسك كمان جندي من الجنود، وكل ده قصاد نورا، والكل حاول يهرب من المكان ما عدا توبايس اللي بيقف قصاد الغول وكأنه بيتواصل معاه. وفعلا الغول بدأ يهدى لحد ما في جندي من غير ما يفكر ضرب نار على الغول، وده اللي خلى الغول يتضايق وضرب توبايس بإيده وحدفه بعيد. وجريت نورا على باباه عشان تطمن عليه، لكن هو كان خلاص بيموت، بس قال لها لا لازم تقتنع بوجود الغيلان ولازم تروح القصر أو تقابل الملك، وبعدها مات. وبترجع نورا المقر وبتكون مش فاهمة أي حاجة من كلام باباها.
وبتقعد تفكر في أسباب ظهور الغول وإزاي الغول قادر يمشي في أشعة الشمس مع إن المفروض يبقى متحجر. ونورا كانت عمالة تقرا في كتب توبايس الموجودة عنده عن الغيلان، وعرفت منها إن الغيلان كانت ضد التدين وما بيحبوش أجراس الجنايس، وبكده يقدروا يتحكموا فيهم عن طريق الأجراس. وبعدها نورا حطت خطة عشان تعرضها على رئيسة الوزراء، وهي إنها تركب أجراس في الطيارات عشان يحددوا للغول المسار اللي هيمشي فيه قبل ما يوصل للمدينة ويدمرها. وبيتوافق على الخطة لأن مفيش أي أسلحة بتأثر على الغول. وكان الغول بدأ يتحرك على حديقة أطفال موجودة في أطراف المدينة. في نفس الوقت الطيارات بتركب الأجراس وبتتحرك وبتقرب من الغول وبتبدأ تأثر عليه، لكن الغول بيدمر 3 طيارات من أصل 4. لكن كان في طفل صغير واقف على الأرض، وقبل ما يقع عليه بواقي حطام السيارة الغول مسكها بإيديه وبعدها عنه وأنقذ الولد. لكن كده خطة نورا فشلت لأن الغول بيكمل طريق لأطراف المدينة عادي. وكانت نورا بتحاول تقنع رئيسة الوزراء إنهم لازم يلاقوا طريقة يتواصلوا بيها مع الغول، لكن هي بترفض وبتنهي التعاقد معاه وبتطلب منها تسيب المقر، خصوصا بعد ما خطتها فشلت. وأندريس لما بيشوف اللي حصل مع نورا بيستقيل من وظيفته وبيمشي معاها. وبعدها رئيسة الوزراء بتخاطب المواطنين وبتطلب منهم إخلاء المدينة عشان الغول متجه للمدينة، وإن مفيش حل غير إطلاق النار عليه، وحرصا على سلامتهم لازم يسيبوا بيوتهم. وأندريس ونورا بيكونوا في العربية عشان يبعدوا عن العاصمة، لكن ونورا قاعدة بتدور في مذكرات باباها توبايس بتلاقي اسم شخص اسمه سينديك ولقبه حامل بوابة. وساعتها أندريس بيقول لها إنه يعرف واحد بالاسم ده شغال في القصر الملكي. وساعتها نورا بتفهم قصد توبايس لما قال لها القصر أو الملك، وبتفهم نورا إن كان قصده على القصر الملكي وبيتحركوا على هناك عشان يقابلوه. وسيندينج أول ما شاف نورا عرفها وقال لها إن هي شبه باباها، وكان منتظر الزيارة دي من بدري عشان يفهمها اللي بيحصل. وبيقول لها إن القصر الملكي اتبنى على قصر قديم، والقصر القديم ده كان خاص بالغيلان، وإن توبايس هو اللي اكتشف الموضوع ده عشان كده اتهموه بالجنون عشان محدش يصدقه. وكمان بيوريهم هياكل عظمية عملاقة للغيلان في القصر الملكي، وبيقول لهم إن زمان حصلت مجزرة كبيرة بين الغيلان وكلهم ماتوا ما عدا واحد بس اتحبس في الجبل، وما ينفعش يخرج ولا يتعرض لأشعة الشمس عشان هيتحجر. وساعتها قدرت نورا تعرف ان الغول قدر يخرج من الجبل بسبب الغيوم اللي كانت ماليه السماء، وان اشعه الشمس ما كانتش مباشره عليه عشان كده قدر يتحرك في النهار. وبتكتشف نورا طريقه لوقف الغول قبل ما القوات المسلحه تضرب اقوى صاروخ عندها هيدمر المدينه. واندريس بيطلب من زميلته في المقر تعطل ضرب الصاروخ باي شكل، وفعلا بتقدر تخترق النظام من خلال جهازها وبتقدر تعطل نظام الاطلاق في الطيارات. وبعدها نورا بتاخد جمجمه وبتنقلها على العربيه عشان تجبر الغول يمشي وراها لانه عارف انها من قبيلته. وبتطلع العربية على رصيف بالغلط والجمجمة بتاعه، والغول بيمسكها وبيبان عليه الحزن والزعل عشان كل قبيلته ماتت ومش فاضل غيره هو، لكن الجمجمة بتاعه من ايده وبتتدمر. وساعتها الغول بيقرر انه يطارد عربية نورا واندرس، وكان بيدمر اي مكان بيعدي فيه. ونورا كانت بتحاول توصل للمكان اللي كانت متفقة عليه مع كراس انها تستدرج الغول فيه. وزميلة أندريس بتكون مسيطرة على الوضع لحد ما دكتور من اللي موجودين في المقر بياخد باله ان هي الوحيدة اللي شغالة على اللابتوب، وبياخدوا منها بالعافية وبيتم القبض عليها، وبيقدروا يرجعوا الوضع تاني وبيستعدوا لإطلاق الصاروخ على الغول. وكراس بيكون مجهز الكشافات عشان لما يوصل الغول يسلطها عليه. وفعلا اول ما وصل عمل كده ورجله بدأت تتحجر في مكانها، والغول كان بيتوجع جدا. لكن نورا اول ما شافت كده حست بالذنب، وده اللي خلاها تجري تفصل المولد الرئيسي للكشافات. وقربت من رجل الغول زي باباه توبايس ما عمل، وفضلت تطلب منه يرجع تاني للجبل. لكن في الوقت ده كان الدكتور عمال يزعق ومصمم على اطلاق الصاروخ، لكن زميلة اندريس ضربته عشان يسكت، واللي هو اتلم بقى يا اخي انت طرفتنا في عيشتنا. وبالفعل بيتم وقف اطلاق الصاروخ. ونورا كان بتحاول تقنع في الغول يرجع الجبل، لكن للاسف جه وقت شروق الشمس، واول ما ظهرت اشعه الشمس على الغول اتحول لحجر، وشافته نورا وهو بيقع قدامها وبينهار زي ما كان بيحكي لها والدها توبايس. وبكده تكون خطه نورا نجحت وقدرت تنقذ المدينه قبل ما تتدمر. وساعتها رئيسة الوزراء بتشكرها على اللي هي عملته، واندريس بيسأل نورا هي في غلام تاني في الجبل. وساعتها بيبان على نورا الحماس، وقالت له انها ناوية تكمل ابحاث والدها. وبعدها بتحصل حركة في الجبل اللي تم فيه التفجير، وكأن اللي حصل كان بداية ظهور الغيلان على الأرض. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. استنونا في فيلم جديد وقصة جديدة. ولو اتفرجتوا على الفيلم للآخر ما تنسوش تعملوا متابعة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتقدروا تعرفوا الحكاية من البداية للنهاية.